حقيقي الفترة اللي فاتت لارا شعرها اتغير جدا بسبب عوامل كتير قوي زي تمرين السباحة والجو اللي مليان تراب، ده كله بيأثر على شعر لارا. وعشان كده انا جاية وجايبه لكم النهاردة روتين تولا بيبي. بس قبل ما اكلمكم عنه بقى تعالوا اخدكم كده في يومي انا ولارا. دلوقتي احنا رايحين البول عشان عندنا تمرين سباحة، وطبعا زي ما انتم شايفين لارلوري اشطر كتكوت وبجد كانت شاطرة قوي النهاردة في التمرين. بس عايزة اقول لكم بقى ان المية بجد اثرت على شعر لارا قوي قوي قوي. رجعنا بقى البيت عشان ناخد الشاور، ومعانا طبعا شامبو تولا بيبي. عايزه اقول لكم بقى ان ده مش شامبو بس، ده 2 ان 1 شامبو وبادي ووش. عايزه اقول لكم كمان انه مكون من مواد طبيعيه 100%. بيعالج ايه بقى؟ بيعالج التقصيف والهيشان وخشونه الشعر. مش بس كده، ده كمان في زيت الجوجوبا وزيت الزيتون وبانثينول، ودول بيرطبوا الشعر جدا جدا جدا. مش بس كده، ده كمان بيحمي الشعر من اي بكتيريا وبيرطب الجسم كمان. وطبعا بقى عشان هو مكون من مواد طبيعيه 100% فمفيش منه اي ضرر، ودي حاجه حلوه جدا جدا جدا. تاني منتج بقى، وده بالنسبه لي اختراع، تولا بديل الزيت. ركزوا معايا يا جماعه، عايزه اقول لكم انه مبدئيا كده في اكتر من 11 زيت طبيعي. تخيلوا يا جماعه فوائده بقى. اول حاجه بيرطب الشعر من الجذور الاطراف عشان فيه زيت الافوكادو، بيطول الشعر وبيديله لمعان رهيب عشان فيه زيت الصبار، وبيعالج التقصيف والهشان عشان فيه زيت جوز الهند. مستنياكوا بقى تجربوا تولا بيبي وتقولوا لي ايه رايكم.